هو احنا قلنا الناس كلها تخرج تعمل صيانتها بره التوكيلات؟ لا طبعا، وخاصة لو انت في الضمان. ضمانك 3 سنين، ضمانك 5 سنين، اعمل الصيانات الدورية في التوكيل في فترة الضمان. هيشيلوا شيلتهم، والله يبقى بيغيروش زيت الفتيس وانت بتقرص على العربية حتى والفتيس باظ، هيغيروا لك ضمان. ما غيروهوش، عندك حماية المستهلك. الموتور كله باظ، هيغيروا لك ضمان. اي حاجه في العفشه، اي حاجه كده، اي قصور منهم هيترتب عليه، او اي بوليسي خاطئه، اي سياسه خاطئه يترتب عليها تلف في العربيه عندك، هم اللي يتحملوها. كنا بنتكلم على انت بعد الضمان في حاجات التوكيلات ما بتعملهاش، زي ان بعض التوكيلات وخاصه رينو مبقاش زيت فتيس. وانا وريتكم زيت الفتيس عندي في فيديو التغيير طالع عامل ازاي. عملت لكم مقارنه بين زيت الفتيس الجديد وزيت الفتيس القديم. ده احنا رحنا اشترينا جهاز من امريكا، الجهاز ب 3000 جنيه ودفعت عليه جمارك 2000 جنيه، يعني الجهاز واقف ب 5000 جنيه. بيقيس جوده زيت الفتيس، طلع زيت الفتيس قبل ما اغيره 20%. وانا عملت كده ليه؟ عملت كده عشان الهاجس اللي عاملاه رينو مخوفه كل الناس وكل الصناعيه وكل المراكز من ان تغيير الزيت هيترتب عليه تلف في الفتيس. لا، طب انا الفتيس اصلا كان فيه مشكله، كان لمبه جير بوكس من ورا زي ما قلت لكم، زي ما وريتكم على الجهاز بتاع الاو بي دي، درجه حراره الزيت كانت عاليه. يبقى هنا يا يسيب الفتيس يغور في داهيه وما غيرش الزيت واتبع كلامهم، ياخد الريسك واغير. لا، ده انا كمان مش هاخد الريسك كده عمياني، ده انا خدته بناء على الجهاز بتاع ترانسميشن فلويد تيستر اللي وريته لكم وعملت لكم كذا فيديو عليه. الجهاز قاس الزيت طلع 20%، الزيت طالع محروق مقارنة بالزيت الجديد، مفيش يعني وجه مقارنة. الجهاز لما قاس الزيت، الجهاز ده بيقيس الكونتامينيشن، التلوث والاكسده ونسبة الشوائب. وانا هوريكم فكرة عمله على فكرة بعد كده. وهنقيس تاني برضو الزيت بعد ما اختلط الزيت القديم مع الجديد، لان انت لما بتغير بارشالي زي ما احنا شفنا، انت بتفضي بتطبق او بتفك الكارتيره، بينزل جزء بس من الزيت اللي موجود في الفتيس بالكامل، فالقديم بيختلط على الجديد فهنرجع نقيسه. لكن انا لما قلت انا بتكلم على انت بعد الضمان، لانك اثناء الضمان ملتزم معاهم بالصيانات عشان تاخد ضمانك وتاخد حقك منهم. في حاجات برضو احنا عملنا لها فيديوهات زي تنظيف حساس ضغط المنفل، ولو انت عندك مثلا اير فلور سنسور زي العربيات الياباني برضو هيحتاج تنظيف البوابه اللي بيترتب عليه ان انت لو ما نضفتش البوابه كل 30000. احنا عملنا فيديوهات على تنظيف البوابه، الكربون بيتراكم على البوابه، هتلاقي بعد كده اداء العربيه بيقل، بدل البنزين معاك مش ريسبونسبل قوي، مش الريسبونس بتاعه بطيء. بعد شويه تلاقي البوابه دي تحتاج تكويد لانها هترسل اشارات غلط للكنترول، وهكذا تدخل نفسك في قصص. حاجه برضو التوكيلات ما بتعملهاش، تقدر انت بعد كده تعملها، تنظف بعض الحساسات زي ما وريناكم في فيديوهات كتير قبل كده. تابعونا في الفيديو القادم ان شاء الله، وتحياتي كل عام وانتم بخير.